السلام عليكم، عاملين يا بنات؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هقفل معاكم طقم الملاية اللي هي الفستونات دي، اللي هي الفستونات اللي انا صورتها قصيتها معاكم. اوريكم اقفلها ازاي. اول حاجه انا معايا الفستونات اهي زي ما اتفقنا، دول 8 فستونات. هعمل لهم كورنيش من تحت. انا الكورنيش بتاعي اهو حوالي كده 10 سنتي، حوالي 10 سنتي. عايزه ازود اكتر من كده بزود. هركبه بقى الاول حاجه هعملها ان انا هركبه في الفستونات، هركبه من تحت كده في الفستون. طبعا هركبه بكسر، يعني انا هعمل له كسر، يعني انا هركبه كده وهعمل له كسر كده خفيفه صغيره. هعمل له كده كسر خفيفه صغيره وانا بلف الدوران بتاع الفستونه. انا عندي كده اجيب الوش على الوش. ادي الوش بتاع الفستونه اهو، ده وش الفستونه. احط عليها الوش بتاع اللي هو الشريطه اللي انا عاملها كرانيش. طبعا اخلي بالي لان العمليه دون الوش والظهر بيبقوا يعني مقربين لبعض جامد، فانا اخد بالي ان انا حاطه الوش على الوش. وابتدي اخيط بقى من عند الدوران، احط الوش وابتدي اخيط من الدوران. هخيط من فوق من هنا كده بدوران. انا خلاص كده خلصت الفستونات اهو زي ما انتم شايفينها كده. انا كده خلصت الفستونات اهي بتاعتي. هبتدي بقى ان انا هركبها في الملاية. شكلها ما شاء الله جميل. هركبها بقى في الملاية. اول حاجه الاول هتني الملايه من الثلاث جوانب، واسيب الجنب اللي هو بتاع العرض ده، بتاع عرض القماش، اركب عليه الفستونات دي. هنا انا بعيد على الفستونات من بره علشان خاطر ما تبقاش الكورنيشه موقفه كده، لا تبقى الكورنيشه كده نايمه كده ومستريحه، فاعيد عليها كده من بره من على الوش. اخد من على الحرف خالص كده بحيث الفستونه بتاعتي كده تبقى مريحه كده، تبقى نايمه كده مستريحه. حلوه نايمه مستريحه دي، تبقى كده تبقى ما تبقاش موقفه كده وشكلها وحش، لا كده تبقى هتبقى شكلها حلو. بظبط الخياط بتاعتي دي، اعدلها كده. بعدل كده اهو، بعدل كده بقلبها كده عدل عشان ما تبقاش معبعبه من تحت. بخيط انا دلوقتي